السودان بلد العجائب والمصايب. ماليشيا اسمها الجيش السوداني وعمرها ما كان الجيش السوداني. ماليشيا كونها الاستعمار وشغالة ضد السودان والسودانيين وقسمت البلاد والعباد. ماليشيا بتنفذ الأجندة الخارجية ولابسة توب الوطنية. وتعالوا نمشي قدام. ميليشيات من كل أفريقيا، ميليشيات جاية على أساس غبلي وجهوي وميليشيات مؤجرينها بالمال. تعالوا شوفوا العجيب والغريب. قال لك في قيادي من قيادات كذلك مرتزقة النهب المسلح المأجورين اللي عبروا الحدود والغارات، اسمه قال بانجو، قال داير يفتح بلاغات ضد الناس اللي بيصيروا خطاب كراهية ضدهم هم كميليشيات لكذلك النهب المسلح. أول حاجة يا كدروك انت مفروض تسجنك 20 سنة سجن من خلال اسمك ده، بس انت اسمك بانجو نافع، اسمك ده شفته يسجنك 20 سنة سجن. والحاجة الثانية عشان تعرفوا عقلية كذلك مرتزقة النهب المسلح دي عقلية بليدة أبلد مخاليق الدنيا أنا واجهني. والدليل على ذلك في عرباتهم كاتبين لك أسود الصحراء، ما في أسد بعيد في الصحراء، ده بيثبت غبائكم. أنا أمشي قدام قال لك داير يفتح بلاغات، قال في ناس بخصوص الكراهية. أول حاجة يا بانجو انت وقف الخطابات بتاع عواقم كذلك مرتزقة النهب المسلح اللي بيكرمهم مناوي، ديل لا خلوا صليح ولا خلوا عدو، ديل سبوا كل القبائل في السودان من غربه إلى شرقه إلى وسطه لشماله، ديل سبوا الأعداء وسبوا المحايدين، وديل سبوا حتى أسيادكم اللي انتم معاهم، لا خلوا أم برهان ولا أم ياسر كاسات ولا حبوبته. فيا أخي طبق قانونك ده في كتاريكك ديل. لكن الحاجة المواضحة للناس، الكتاريك ديل دايرين هم يصدروا خطاب بتاع كراهية ضد الناس، لكن الآخرين لما يبلوهم يمثلوا دور الضحية. يا بانجو 20 سنة سجن عشان اسمك ده بس. قانون شنو؟ قانون اللي يركب أبو أهلك والدم زب.